السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بس قبل أي كلام نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل العيش الكايزر بمقادير اقتصادية جدا وبسيطة. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير كده عشان تشجعوني، وكومنت جميل منكم يسعدني ويفرح قلبي. هنعمل العيش الكايزر بدون بيض ولا زبدة. يلا نشوف الطريقة بتاعتنا. كده دي المقادير قدامي اهي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ونص كوباية من الزيت، معلقتين كبار من السكر، كوباية ونص من الحليب، وربع معلقة من الملح، ومعلقة من الخميرة الفورية. هبدأ احط كده كوباية ونص من اللبن معايا، ولو انت عايزة تستبدليها بمية مفيش اي مشاكل، هتبقى كوباية ونص من المية الدافية. ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر، وباكل خميرة الفورية اللي هو عبارة عن معلقة كبيرة وزنه 10 جرام، وذرة ملح صغيرة عبارة عن نص معلقة صغيرة أو ربع معلقة صغيرة. بقلب كويس جدا لغاية الخليط ما يدوب مع بعضه. هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت، وأقلب برضو لغاية المكونات كلها ما تختلط مع بعضها. هكون طبعا مجهزة معايا 3 كوبايات من الدقيق، هكون نخلاهم كده عشان أفتح مسام الدقيق وادخله كمية هواء حلوة قوي. الخطوة دي ضرورية جدا لنجاح مخبوزاتك، انك انتي تنخلي الدقيق وتنزليه كده، بيبقى المسام بتاعة العجين بتاعتك مفتحة، وهيدخلها كمية هواء حلوة هتخلي لك المعجنات بتاعتك هشة وطرية جدا. بخدم العجينة كده كويس لمدة من دقيقة لدقيقتين عجن، وبعدين بسيبها في البولة كده مع شوية صغيرين من الزيت لغاية ما تخمر وحجمها يتضاعف بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. خدت معايا حوالي ساعة بالظبط، طبعا ده احنا عشان احنا في فصل الشتاء وفي البرد. هبدأ كده اشكلها واقطعها كده هو معايا. هجيبها على سطح العمل وهبدأ اكورها لكور متساوية. طبعا دي الحجم اللي انتي حضرتك تحبيه، مفيش مشاكل. اعملي صغير كبير، عايزة تصغريه عن كده، عايزة تكبريه، دي حاجة ترجعلك. بس هو طبعا الحجم المثالي ليه هيكون الحجم اللي انا عملته ده هو. بعد ما خلصت المقدار كله وغطيته كده لمدة نص ساعة. طبعا خلي مسافة كويسة بين كل كورة والتانية عشان هيخمر تاني وحجمه هيتضاعف معاكي عشان ما يلزقش في بعضه. هبدأ كده لمع الوش بعبارة عن معلقتين لبن ونص معلقة صغيرة من السكر، وهلمع الوش كده وارش له سمسم. كل ما ادهن 3 4 هرش لهم سمسم او حبة البركة، او مش عايزة خالص مفيش اي مشاكل، دي حاجة برضو ترجع لك وبراحتك. كده برش السمسم بلحقها قبل وشها ما يشرب اللبن وتنشف. طبعا عودنا ان احنا كل مخبوزاتنا على درجة حرارة 180 درجة، هكون مسخنة الفرن قبلها كده جاهزة ان انا اخبزها في الفرن على درجة حرارة 180. يلا كده شايفين بعد ما طلعت من الفرن خدت حوالي 35 دقيقة على نار هادية. ادي الشكل النهائي ليها. عيش كايزر هش وجميل وخفيف بكل اسراره، باسرار نجاحه زي المخابز بالظبط ويمكن احسن كمان. كفاية انها حاجة نظيفة تاكليها في بيتك وتأكلي اولادك منها. حاجة مضمونة وحاجة جميلة بمقادير اقتصادية جدا وموفرة بالنسبة ليكي. يلا كده ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم.